السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء بدرجة التالتة. يا صباح الفل، أخباركم إيه؟ يا رب دايما بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. نبدأ سريعا كده. في 3 حاجات بس عايز أتكلم فيهم. أول حاجة، إن الزمالك عمال يتكلم الأيام ديت على، بلاش الزمالك عشان بس محدش يتهمني يقول لي انت ليه بتجيب سيره الزمالك. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ان كان في التلفزيون او على النت، بيتكلموا على النادي الاهلي ان في لعيبه عايزه تزود عقودها، وفي لعيبه عايزه تمشي، وفي لعيبه بتضغط، وفي لعيبه بتجيب وكلاء تانيين ومش عارف ايه والكلام ده كله. وطبعا كل اللي بيجيبوهم بتوزع عليهم السكريبت بالحرف، بالحرف. طيب لو انتوا بتقولوا كده وبتتكلموا في كده مفيش مشكله، انا مش ممانع. طب ليه ما حدش اتكلم على شيكو بانزا؟ شيكو بانزا ما جاش، بقاله كام يوم، داخله مثلا في اسبوع او اكتر شويه، ما رجعش. ليه؟ عشان فلوسه. انهي فلوس؟ اللي ما خدهاش، اللي هي كام يعني؟ لا، ده من اول ما جه ما خدش فلوسه، يعني ما خدش ولا مليم. طب ليه ما حدش بيتكلم على شيكو بانزا؟ شيكو بانزا تقريبا يعني مش هيكمل مع النادي، ولو كمل هيبقى اتدفع له فلوس. طب وباقي اللعيبه محدش برضه بيتكلم عليه، اشمعنى؟ يقول لك اصل ما هو في لعيبه تانية بتلعب، اشمعنى هو؟ لا، هقول لك بقى على حاجه اللي محدش هيتكلم فيها زي باقي الحاجات. شيكو بانزا زيه زي لعيبه كتير قوي ما خدوش فلوسهم ومش هياخدوا فلوسهم دلوقتي. تمام؟ طيب البرازيلي وان الفينا، وان الفينا الوحيد في الفريق اللي انكل ممدوح بيدفع له فلوس من تحت لتحت، من تحت لتحت، والكلام دوت انا هتحاسب عليه. انا بقول لحضراتكم بيدفع له فلوس من تحت لتحت، عشان كده اللعيب دوت ثابت وبيلعب، وهو تقريبا الوحيد اللي ظاهر في الفرقه. طب محدش ليه برضه اتكلم في الموضوع ده؟ ولا حد هيتكلم فيه. فلو عايزين تركزوا مع لعيبه الاهلي ركزوا، مفيش اي مشكله، بس ركزوا برضه مع اللعيبه التانيه. ما علينا، دي اول نقطه. تاني نقطه، ادم وطني. ادم وطني عامل بلبله كبيره قوي، والجمهور المنافس فرحان بيه جدا 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 وطالع بيه السما. اصله هو اللي خلى وسام ابو علي يضربهم على قفاهم. يضربهم على قفاهم مين يا نطع؟ يضرب مين على قفاه؟ وسام ابو علي 9 مليون دولار. عارفين يعني ايه متباع ب 9 مليون دولار؟ طبعا بالبونص بكل الكلام دوت، لما يجيب 10 اهداف ياخد الاهلي، ياخد 10 مليون دولار والكلام ده كله. مين بقى اللي ضرب مين على قفاه؟ طب هو ولا زيزو اللي مشي ببلاش؟ ها، قولوا لي كده، قارنوا كده الصفقتين ببعض وشوفوا مين الكسبان ومين الخسران. ادم وطني اللي الناس بتتكلم عليه ده، في ناس كتير قوي ما تعرفش ان هو مش وكيل رسمي. مش وكيل رسمي، يعني مش متأيد في اتحاد الكوره ان هو وكيل. لا، ده سمسار. سمسار من تحت لتحت، اللي هو ايه؟ وسيط. وسيط بين اللعيب والنادي اللي هو ايا كان مين هو. فموضوع امام عاشور، ادم وطن طلع فيه، مش هقول لكم ساذج، بس لسه على قده. ليه؟ ما اتكلمش في التوقيت اللي يفيده هو، لا، التوقيت دوت فاد الاهلي مش فاده هو. اولا اللعيب مصاب، انت بتتكلم في ايه؟ يا سيدي عايز تجيب، هات، هات عروض، عرض 2 3 10 مليون مفيش اي مشكله، والرقم اللي هيتحط من الاهلي هو اللي هيتباع بيه، زي ما حصل مع وسام ابو علي. انت هتيجي تقول لي اصل ضربوا على قفاه. ضرب مين على قفاه يا ابني؟ ضرب مين على قفاه؟ ده انتوا اكتر ناس مضروبه على قفاكم. نعد، لو عايزيننا نعد هنعد، بس انتوا اكتر ناس مضروبه على قفاها.
فبلاش بس والنبي ايه تقول لي اصل وسام ابو علي ضرب الاهلي. ضرب مين يا ابني؟ ضرب مين يا حبيبي؟ الاهلي كان ممكن يرفض العرض ويقعدوا على الدكه. اقعد خلي الثلاث سنين دول لحد ما تنسى الكوره معايا. بس فادم وطني مش وكيل رسمي، فالاهلي مش هيتعامل معايا عشان ده مش وكيل رسمي. هات عرض واثنين وثلاثه وعشرة، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. الكلام مع احمد يحيى وكيل امام الرسمي في النادي الاهلي، عشان بس ايه الكلام ما يكترش. وامام يتباع، ايه المشكله؟ يتباع عادي جدا، عادي جدا، مفيش اي مشكله. يروح لاعب يجي مكانه 10 عادي، مفيش اي مشكله والله. فبلاش بس ايه نمسك في النغمه دي. اخر حاجه بقى، في صوره منتشره كده بقالها كام يوم، انا اسف في اللفظ يعني، مزبله، خرابه، حاجه كده يعني، في ظهر نادي الزمالك. هو مش في ظهر نادي الزمالك، هي جوه نادي الزمالك، بس من ضمن اطار النادي. الصوره دي بعد ما دورنا وبحثنا لقيناها فعلا تابعه لنادي الزمالك مش بره النادي. طيب ايه اللي شفناه ده؟ محدش بيطلع يتكلم. ايه المنظر ده؟ محدش بيطلع يتكلم، محدش بيطلع يقول ايه ده. طب انا هقول لكم في حاجه في المكان دوت ممكن محدش هيتكلم فيها، ممكن ناس قليله تتكلم فيها، الناس القريبه من الناس اللي هناك. تمام؟ المكان ده فيه نجيله ومواد خام. بص بقول لكم ايه، نجيله ومواد خام جت من فتره واتخزنت عشان ارض اكتوبر. المواد الخام دي ليها اكسباير قرب ينتهي. بص بقول لكم ايه، ليها اكسباير وقرب ينتهي. طب ليه ما حدش يتكلم في حاجه زي كده؟ هو مش ده اهدار مال عام؟ ده بملايين مش الافات، ملايين ملايين يعني. بصوا بقى ارض اكتوبر كانت قد ايه، وهيتحط فيها مواد خام قد ايه، والاكسباير قرب ينتهي، وهتترمي في الشارع مش اي مشكله ولا حد يعرف عنها حاجه. ليه ما حدش بيتكلم في الكلام ده ولا حد هيتكلم فيه؟ خليكم انتوا بس ماسكين في زيزو وامام وبن شرقي، بن شرقي، زيزو، امام، بس عشان واجعينكم وحارقينكم من ساعه ما مشيوا وسابوكم ورجعوا على الاهلي. زيزو من عندكم لينا على طول وببلاش، وانتوا عارفين كده كويس. ودي حاجه من الحاجات اللي وجعاكم. على العموم لما نتكلم يبقى في شفافيه للكلام. غلطان قول غلطان، ايه المشكله؟ غلطنا في 1 2 3. حاسبته حسين لبيب؟ حاسبته مجلس الاداره على اللي حصل ده كله؟ انه يمشي لعيب ده؟ اللعيب ده انتوا كنتوا هتعملوا له تمثال جوه النادي، تمثال جوه النادي. الجمهور نفسه طلع وقال ندفع من جيبنا بس يجدد. دلوقتي بقى ايه؟ وحش، محدش بيحاسب حد ولا هتحاسب حد. على العموم الايام اللي جايه هنشوف، والاهلي راجع لمكانه الطبيعي متقلقوش. وزي ما قلت لكم هنيجي في الاخر وتغنوا الاغنيه ايه؟ ها انتوا عارفين. يلا ما تنسونيش في الشير واللايك، سبسكرايب والمتابعه وكل حاجه حلوه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.